برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الفل عليكم وأهلا بيكم في برنامجنا حواء ورا المايك اللي بيقدمه لكم فرح جمال على برونتو اف ام. في مجتمعنا المصري مفيش أسرة مصرية ما عداش عليها طالب ثانوية عامة بيخلص السنة وتطلع نتيجته اللي مش مبسوط منها ويفتكر إن مستقبله ضاع عشان عايز يدخل كلية قمة، فيعيش حزنه ويطلع وينزل، وتبدأ الشجاعة تاخده ويدور على مستقبله اللطيف اللي هيصلح بيه أخطاء الماضي. يفتح يوتيوب العزيز عشان يدور في الكليات اللي تقبل مجموعه، فيلاقي كلية كده غريبة اسمها تربية نوعية، فيستغرب كده ويقول الله ايه تربية نوعية دي؟ فيدخل تاني على يوتيوب العزيز يكتب ما هي تربية نوعية. في اللحظة دي اعتبرني يوتيوبر، دخلت كتبت لي يعني ايه تربية نوعية، لقيتني طلعت لك فيديوهات كده جابت لك دوخة الزتونة عن تربية نوعية، 10 مفاجآت عن كلية تربية نوعية. في الحقيقة مفيش 10 مفاجآت ولا حاجة، هما 3 بس. فتحت الفيديو لقيتني بقولك بص يا سيدي، تربية نوعية دي كلية فيها 3 أقسام: قسم تربية فنية وده بيدرس كل أنواع الفنون، وقسم تربية موسيقية وطبعا مش محتاجة أقولك إنه بيدرس كل أنواع الموسيقى. نيجي لآخر قسم هو إعلام تربوي. ياه أخيرا وصلنا. إعلام تربوي هو قسم تدرس فيه كل فنون الإعلام برضه سبحان الله، وهو بيتقسم ل3 شعب: شعبة إذاعة وتلفزيون، وشعبة صحافة، وشعبة مسرح. بتدرس فيهم زيك زي طالب كلية إعلام العادية، زائد إنك بتاخد مواد تربوي تؤهلك تبقى مدرس. مدرس إيه يا ترى؟ ممكن تبقى مدرس إذاعة مدرسية أو صحافة مدرسية. هتيجي تقولي بعد كل ده هبقى مدرس إذاعة؟ هقولك بص، أنت معاك كل أسرار الإعلام وفنون الإعلام وبتدرس مواد زيادة عن طالب إعلام. اشتغل اللي يعجبك بمؤهلك، لأن في الآخر أنت أخصائي إعلام تربوي. تربية نوعية خرجت مذيعين ومخرجين وصحفيين كتير. في النهاية اللي جاي أقوله، عيش على قد مجموعك، لأن كلية صغيرة محندقة ممكن توصلك لحتت أنت عمرك ما هتتخيلها، عشان مفيش حاجة اسمها كليات قمة، أنت القمة مطرح ما تحط رجلك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. مستنياكم في حلقة جديدة من برنامجنا حواء ورا المايك. كان معاكم فرح جمال.